حياة كريمة من عاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس نصره الله وحفظه، وبترحيب من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يقام معرض الأسبوع المغربي التراثي في العاصمة أبو ظبي، وذلك في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض. تقام فعالية المعرض بإشراف وزارة شؤون الرئاسة، وفي إطار تعزيز ودعم العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية في جميع المجالات، تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 44 بهدف تنمية الروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين. وعلى بلادنا وعلى بلادنا وعلى بلادنا. اولا شكرا على وجودكم حضوركم معنا، شكرا لقناه بزاف تيفي. فعاليه المعرض المغربي بابو ظبي صارت فعاليه مضاعفه في التوقيت، لان كان المفروض تكون من 4 الى 11 ديسمبر، وتحت الرعايه الساميه لصاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله واخيه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي حفظه الله. بس نظرا للاقبال الشديد عد المقالات والريبورتاجات اللي طلعت في قنوات عدة من الإمارات وغير الإمارات، اتخذ القرار من أجل تمديدها حتى تعطى فرصة للجميع المواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمقيمين من الإمارات الأخرى الإمارات الشمالية لزيارة هذه الفعاليات الفريدة من نوعها. لا يخفى عليكم، هذه معلومة لجميع المتابعين، أن المغرب يتوفر بالله الحمد على أكبر غابة أرز في العالم من ناحية الحجم وكذا. والشغل الخشب الأرز استعمل منذ القدم في المساجد وفي في الأبنية وفي القصور، مثلا كجامع القرويين، حتى في الأثنية في صح المسجد يزخرف جوانبه بخشب الأرز لأنه يقاوم عوامل التأرية. الحدث شهد توافد أفراد الجالية المغربية في الإمارات، حيث شدهم الحنين للتمتع بتاريخ وتراث المملكة المغربية لما يحمله من أصالة وعراقة، الأمر الذي جلب توافد العديد من مواطني دولة الإمارات وكذا أفراد من الجاليات العربية والأجنبية للتعرف عن قرب على الهوية المغربية الأصيلة. لا، للحقيقة الإقبال كان جماهيري منقطع النظير، خصوصا في الأسابيع الأولى الأسبوعين الأولين، نظرا للزخم الإعلامي اللي أعطاه تدشين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبزيارة الأخير الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي حفظه الله. كل المواطنين المقيمين في أبو ظبي أولا كان في يعني إقبال كبير، والجالية المغربية والمقيمين الأجانب وكذا، لأننا عملنا حملة إعلانية باللغتين العربية والإنجليزية، لأن هذه الفعاليات كل مجهود الذي بذل نريد أن نعرف بأكبر عدد من المشاهدين ومن الزوار. هذا الإقبال كان من الجالية المغربية التي نرحب بها إلى غاية يوم 26 من إمارة أبو ظبي ومن جميع الإمارات الشمالية، من الفجيرة وراس الخيمة وعجمان والشارقة ودبي ومقيم. تنوعت فعالية معرض الأسبوع المغربي التراثي بين عرض تاريخ المملكة المغربية من خلال مجموعة من التحف التي جلبت خصيصا ولأول مرة من المتاحف المغربية، وكذا اللوحات الفنية المرتبطة بتراث وثقافة المغرب، إلى جانب مجموعة من الفرق الموسيقية المغربية التي أطربت الجموع الحاضر من خلال وصلات موسيقية جميلة تعكس بقوة الزخم التراثي للمغرب، حيث أبدعت فرقة التراث المغربي في ذلك.
كان لفرقة الحضرة الشفشاونية كلمتها في هذا المعرض بالرغم من انخفاض اتباع هذا النوع الموسيقي الجميل الذي تترجم كلماته من المدائح النبوية الشريفة. التنوع الموسيقي للفن المغربي كان جليا للعيان، وهذه المرة مع فرقة الطرب الحسانية لمدينة العيون. الأطباق والحلويات والمنتوجات المغربية كانت حاضرة وبقوة في معرض التراث المغربي، ما مكن وافدي المعرض إلى تذوق هذه الأطباق، ما أضفى على المعرضية طابعا مميزا. السلام عليكم. يا بابا ولا اختلاس الله يرضاني. تختتم السهرة يوميا بتجمع مختلف الفرق والألوان الموسيقية المغربية في مجلس واحد، حيث أمتعوا الحضور بالموسيقى العيساوية التي تجاوب معها الجمهور كثيرا، ومع هتافات الصغار والكبار: الله الوطن الملك.